السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلبة تالتة ثانوي في كل أنحاء الجمهورية، يا رب تكونوا بخير وفي صحة وسعادة طول الوقت. معاكم مستر أحمد جمال مدرس الجغرافيا للثانوية العامة، ودي سلسلة افهم جغرافيا صح. اتكلمنا المرة اللي فاتت مع بعض عن الدرس التمهيدي، وقلنا إن الدرس التمهيدي كان عنوانه مدخل لدراسة علم الجغرافيا السياسية. وخدنا علم الجغرافيا السياسية وقلنا إن هو بيدرس حاجتين، بيدرس حاجة اسمها الخريطة السياسية وبيدرس حاجة اسمها الدول. أنا عندي الدرس الأول يا شباب في الوحدة الأولى بيتكلم عن حاجة اسمها الدولة. طيب احنا خدنا الدولة قبل كده في المحاضرة التأسيسية، وقلنا يا مستر الدولة دي هي أهم حاجة بتدرسها علم الجغرافيا السياسية. أهم دراسة لعلم الجغرافيا السياسية هي الدولة. طب أنا بدرس إيه في الدولة؟ قال لي بدرس مقاوماتها الطبيعية وبدرس مقاوماتها البشرية وبعرف تنظيمها الداخلي وأعرف الدولة دي قوية ولا ضعيفة، وببدأ أشوف علاقة الدولة دي بالدول المجاورة. طب يعني إيه دولة؟ إحنا خدنا الدولة في تعريفها، خدنا تعريف بسيط كده، بس إحنا هنا هناخد كل حاجة عن الدولة، لأن الدرس بتاعنا بعنوان الدولة وتعريفها وأنواعها. في أنواع كتير جدا من الدول على خرائط العالم. يعني لو دخلت فصل قلنا وبصيت على الفصل مش هتلاقي كل الطلبة زي بعض، هتلاقي في طلبة مختلفين عن بعض وفي فروق فردية ما بينهم. الدول كذلك. عشان كده الراجل هنا في أول حاجة في الدرس بيقول لي إيه؟ تعد الدولة هي محور دراسة الجغرافيا السياسية. أهم حاجة بتدرسها الجغرافيا السياسية في علمها هو الدولة. الجغرافيا السياسية بتدرس حاجتين، بتدرس الدولة وبتدرس الخريطة السياسية. فالدولة هي محور دراسة الجغرافيا السياسية، وقلنا الدولة دي بتمثل وحدة سياسية. كلمة وحدة سياسية معناها دولة، ومعناها برضو بالبلدي كده مكان له حدود على الخريطة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي الدولة بتاعتي لازم اكون عارف جهاتها من الاربع جهات وحدودها موجودة على الخريطة، شمالها ايه وجنوبها ايه وشرقها ايه وغربها ايه. يبقى ده اسمه وحدة، مكان واحد سياسية، يعني متحوطة بحدود سياسية، لها حدود سياسية. يبقى الوحدة السياسية هياها كأنه بيقول للدولة، الدولة هياها كأنه بيقول للوحدة السياسية. قال لي كمان الدولة دي لها مكان له حدود على الخريطة وليه أنظمة وقوانين خاصة بيه. كل دولة لها دستور ولها قوانين خاصة بيها بتميزها عن الدولة التانية. أنا مش شرط كل دول العالم بتمشي على نفس قانون واحد، لا احنا بنختلف. لو انت سافرت فرنسا هتخش دولة فرنسا هتتعامل بقوانينها. طب رحت مثلا انجلترا هتتعامل بقوانينها، رحت امريكا هتتعامل بقوانينها، جيت مصر هتتعامل بقوانينها. فاذا كل دولة ليها مكان على الخريطة، ليه حدود وليه أنظمة وقوانين خاصة بيه. طب انت هتيجي تقول لي يا مستر طب ثانية واحدة، هو يعني ايه كلمة دولة؟ قلنا الدولة هي وحدة سياسية، يعني هي مكان على الخريطة. المكان ده ماله بقى؟ قال لي بيشغل مساحة معينة من سطح الأرض، حتة أرض فاضية على الخريطة أو على الطبيعة عايش عليها سكان دائمين. احنا مثلا مصر دي مساحتها 1,000,000 كيلومتر مربع، مساحة يعني أرض، أرضها 1,000,000 كيلومتر مربع، عايش عليهم ناس. الناس دي قاعدة لفترة زمنية طويلة، يعني احنا مثلا ما بنتحركوش من هنا طول الوقت، احنا واخدين جنسية الدولة وقاعدين هنا ومكاننا هنا ووطننا هنا، يبقى اسمنا سكان دائمين. من 50 سنة و100 سنة كان اسمنا المصريين، طب كمان 100 سنة هيبقى اسمنا المصريين. يبقى دول السكان دول قاعدين في الأرض دي لفترات زمنية طويلة، ما بيتحركوش وما بيتنقلوش كل وقت. طيب بعد كده قال لي السكان دول اللي هم المصريين لازم يطلعوا منهم سلطة تدير باقي المصريين. ما ينفعش احنا ك 120 مليون مواطن نعيش كل واحد قراراته من دماغه وكل واحد ياخد قراراته على حسب وجهة نظره هو. الدنيا مش هتمشي، وكده مش هيبقى اسمها دولة. احنا لازم نحافظ على الموارد بتاعتنا، ولازم نحافظ على الأرض، ولازم نبقوا منتمين ليها. وعشان احنا منتمين ليها بدأنا نختار مجموعة من الشخصيات اللي عندنا في المجتمع اللي تدير ال 120 مليون مواطن، واللي تدير حدودنا، واللي تدير الموارد اللي موجودة عندنا، فبقول عليها سلطة.
يبقى تعريف الدولة هي مساحة منطقة معينة من سطح الأرض بتضم سكان دائمين، ناس عايشين عليها فترة زمنية طويلة، وتحكمها سلطة عليا. السلطة دي لازم تكون مسيطرة، لازم يكون عندها سيادة، قوة. السلطة دي معناها الحكومة. الحكومة بتعمل ايه بقى؟ قال لي الحكومة المفروض انها بتدير شؤون الدولة الداخلية والخارجية. يعني مين اللي هيقول لك انا دلوقتي عايز اعمل مستشفى، عايز ابني مدرسة، عايز ارصف طرق، عايز اعمل اسواق، عايز ابدا اطلع الموارد من عندي من بطن الارض، عايز استصلح الطرق والمواصلات، عايز اعمل طريق جوي. كل الكلام ده كله اللي مختص باخذ قراراته هي الحكومه. ده اسمه انا كده بدير الشؤون الداخليه. طب انا دلوقتي لو جاي عليا احتلال من بره، مين اللي المفروض يدافع عن حدودي ضد اي غزو خارجي؟ ده الشؤون الخارجيه. يبقى المفروض ان الدوله عشان تقوم لازم يكون عندها مساحه معينه من سطح الارض عايش عليها مجموعه من البشر اللي انا بقول عليهم السكان الدائمين، بيحكمهم حكومه معينه. الحكومه دي بتعمل حاجتين: بتسيطر على شؤون الدوله الداخليه، وبتسيطر على شؤون الدوله الخارجيه. طيب نطلع من التعريف ده بثلاث كلمات: كلمه ارض، وكلمه سكان، وكلمه سلطه. يعني ايه ارض؟ قال لي ارض معناها المساحة، أو في لها كلمة تانية عندنا في المنهج اسمه العامل المورفولوجي. يبقى الأرض إيه هي عوامل اختيار الدولة أو عوامل تكوين الدولة؟ أول عامل فيها هو عامل الأرض. لازم يكون في سطح أرض معين عشان يعيش عليه السكان. طيب الأرض دي اسمها إيه؟ اسمها العامل المورفولوجي. كلمة مورفولوجيا معناها أرض، أرض مورفولوجيا، مورفولوجيا أرض، أرض مورفولوجيا. دي تعريفات هتكمل معانا قدام. يعني العامل المورفولوجي هو العامل الأرضي. طيب يبقى احنا قلنا هي منطقة معينة من سطح الايه؟ الأرض، بتضم سكان. تاني عامل من ضمن عوامل قيام الدولة ان لازم يكون عندي سكان. قال لي السكان دول بقى اسمهم العامل الديموغرافي. يبقى كلمة سكان معناها العامل الديموغرافي. العامل البشري هو العامل الديموغرافي. طب العامل الأرضي هو العامل المورفولوجي. يبقى من قيام أو من شروط قيام الدولة ثلاث حاجات: أرض، سكان، سلطة. أرض عامل مورفولوجي، سكان عامل ديموغرافي، سلطة دي الهيئات الإدارية. السلطة الحكومة دي بقول عليها الهيئات الإدارية، الهيئات الإدارية. يبقى أنا دلوقتي شروط قيام الدولة هي أرض، شعب، سلطة. أرض، شعب، سلطة. لو في بند من البنود اللي احنا قلنا عليها دي سقط من النص ما يبقاش اسمها دولة. امتى اقول على دولة؟ على فرنسا مثلا دولة، امتى اقول على روسيا دولة، على مصر دولة، على السودان دولة، على ليبيا دولة؟ لما يكون عندها أرض، سكان عايشين عندها واخدين الجنسية بتاعتها، وسلطة بتديرها. طيب كلام جميل. عندي تعريف بعد كده اسمه تعريف الأمة. قال لي الأمة هي مجموعة من البشر. كلمة بشر معناها سكان. قال لي البشر دول غالبا من أصل عرق واحد، يعني من سلالة واحدة. البشر دول عايشين على رقعة معينة من الأرض، وعيشتهم على الأرض دي لفترات زمنية طويلة خلتهم شبه بعض، في روابط ما بينهم في حاجات كتير جدا. زي إيه؟ قال لي هم مجموعة بشرية لها أصل عرقي واحد، عايشين على مساحة معينة من سطح الأرض لفترات زمنية طويلة. قعدتهم لفترات طويلة قال خلت ما بينهم روابط، بيربط ما بين أفرادها روابط مشتركة. زي إيه؟ قال لي زي الدين. احنا عندنا مثلا الأمة الإسلامية، كل واحد مسلم بيخش تحت بند أمة اسمها الأمة الإسلامية. يعني إيه؟ يعني مجموعة من البشر اللي بيربطهم دين واحد اللي هو الدين الإسلامي.
أو الأمة العربية، مجموعة من البشر اللي بيتكلموا كلهم لغة واحدة اللي هي اللغة العربية. أو الأمة المسيحية، كل البشر اللي بيربطهم دين واحد وهو الدين المسيحي. يبقى احنا هنا نفهم ان الأمة هي مجموعة بشرية غالبا شبه بعض، قعدتهم مع بعض في فترات زمنية طويلة على سطح الأرض خلت ما بينهم روابط. يعني إيه؟ يعني خلتهم مشتركين مع بعض في حاجات معينة زي الدين، زي اللغة، زي العادات والتقاليد. إحنا عندنا كوطن عربي الصح والغلط متقارب مع بعض ويكاد يكون واحد. لو رحت أي دولة عربية هتلاقي عندها الصح والغلط زينا بالظبط. العادات والتقاليد كلنا شبه بعض كوطن عربي. ليه؟ لأن ثقافتنا واحدة، لأن بيربطنا ما بيننا وما بين بعض، قاعدين مع بعض جنب بعض فترات زمنية طويلة فخلتنا شبه بعض. لو أنا وأنت قاعدين في أوضة واحدة وقفلنا علينا الباب وعشنا مثلا سنتين ثلاثة ما بنخرجش بره الأوضة، مهاراتك اللي أنت شاطر فيها أنا هتعلمها منك، ومهاراتي اللي أنا شاطر فيها هعلمها لك، فهنبدأ نكتسب من بعض صفاتنا وخصائصنا وثقافتنا وكل حاجة، هتبقى أفكارنا قريبة من بعض جدا. فإذا كده بقول عليها مفهوم الأمة. يبقى الأمة هي مجموعة من البشر قاعدين في مكان على سطح الأرض لفترات زمنية طويلة بيربطهم مجموعة من الروابط. الروابط دي بقول عليها إيه؟ بقول عليها زي اللغة، الدين، العادات والتقاليد والتاريخ المشترك. الحملة الفرنسية زي ما جت عندنا مصر، زي ما هي راحت الجزائر، زي ما هي راحت تونس، زي ما هي راحت سوريا ولبنان، زي ما انجلترا جت عندنا مصر، زي ما هي راحت العراق، زي ما هي راحت فلسطين، زي ما هي احتلت السعودية. فإذا احنا كوطن عربي تاريخنا كل واحد، كان علينا نفس الاحتلال، كان علينا نفس الاستعمار، نفس نهب الخيرات، نفس كل حاجة. عشان كده بقول عليه الأمة العربية. طب احنا وطن عربي مكون من كام دولة؟ 22 دولة. طب بيربطنا ايه؟ قال لي بيربطنا لغة واحدة، عادات وتقاليد واحدة، تراثنا واحد، تاريخ مشترك واحد، والديانة متقاربة. يعني احنا عندنا حوالي 80% أو 85% مسلمين، وال15 أو ال20% مسيحيين. عشان كده معظم سكاننا لهم نفس الخصائص، نفس الروابط، بنجتمعوا مع بعض عند نفس الصفات. عشان كده بقول عليها ايه؟ أمة. طب لما نيجي نرجع كده ونبدأ نشوف تعريف الدولة، قلنا الدولة هي مساحة معينة من سطح الأرض، هنا برضو أرض، بتضم سكان، هنا برضو سكان، هنا بيجمعهم سلطة. هل هنا عمرك شفت مرة إن الوطن العربي اللي هو مكون من 22 دولة ده في فرد واحد بيحكمه؟ هل حد يقدر يحكم ال 22 دولة بدستور واحد، بقوانين واحدة، برئيس واحد، بجيش واحد؟ لا طبعا، محدش يقدر يحكم كل ده لوحده. عشان كده الأمة ليس لها سلطة. الأمة دول بيجتمعوا مع بعض في روابط. عارف سلطة الأمة إيه؟ العادات والتقاليد. احنا كلنا شبه بعض في الصح والغلط، بس مفيش حد بيقدر يدير كل المساحة دي. محدش يقدر يدير الأمة الإسلامية كلها، محدش يقدر يدير الأمة المسيحية كلها، كل الدول المسيحية بسكانها حد يقدر يديرها؟ لا. عشان كده الأمة ليس لها سلطة. إنما الدولة، قال لي لا، الدولة عندها سلطة معروفة، السلطة اللي موجودة عندها بتدير شؤونها الداخلية والخارجية. طيب نبتدي بقى نعرف ايه هو الفرق ما بين الدولة والأمة. احنا قلنا هما الاتنين متشابهين مع بعض، ان دي بتضم سكان ودي بتضم سكان، دول عايشين على أرض ودول عايشين على أرض. يبقى أوجه الشبه ما بين الدولة والأمة ان دي عندها أرض وسكان ودي عندها أرض وسكان. طب أوجه الاختلاف، قال لي أوجه الخلاف ما بينهم ان الدولة ليها سلطة، السلطة دي هي ركن أساسي من أركان الدولة. طب أسألك أنا سؤال وأقول لك إيه هي أركان الدولة؟ هتقول لي يا مستر أنا عارف، أرض، سلطة، شعب. أرض، سلطة، شعب، دول إيه؟ دول أركان الدولة. طيب الأمة، قال الأمة لا تتطلب وجود سلطة حاكمة. احنا مفيش حد بيحكم أمة كاملة مع بعض، بس اللي بيحكمها هي العادات والتقاليد. العادات والتقاليد دي
اللي مزروعة فينا عن طريق قعدتنا مع بعض، اللي لمت معانا روابط مشتركة ما بيني وما بينك طول الوقت. يبقى الأمة ليس لها إيه؟ ليس لها سلطة حاكمة. كمان قال اللغة، لما نيجي نبص كده الدولة، ممكن دولة معينة بتتكلم لغة واحدة، سكانها بيتكلموا لغتين، سكانها بيتكلموا ثلاثة، سكانها بيتكلموا أربعة. إنما الأمة قال لي لا، الأمة لازم يكون في رابط، يعني كلنا شبه بعض في وحدة لغة، وحدة عادات وتقاليد، وحدة دين، وحدة تاريخ، وحدة تراث. ففي روابط مشتركة ما بيننا وما بين بعض في الأمة. إنما الدولة لها سلطة. انت بقى اتكلمت انجليزي، اسباني، عربي، اي حاجة مش مشكلة، مش هيفرق معايا طول ما انت ماشي تحت سيطرة وسيادة السلطة العليا اللي هي الحكومة. فانت كده موجود في الدولة عندي، انت مفيش قلق منك. انما عشان الامة ما فيهاش سلطة، فلازم يكون في روابط. الروابط دي لازم يكون في وحدة لغة، وحدة عادات وتقاليد. عشان كده بيقول لي ايه؟ يكمن أن تتعدد اللغات والعادات والتقاليد داخل الدولة. الكلام ده ما ينفعش يبقى موجود فين؟ ما ينفعش يبقى موجود في الأمة، لأن الأمة عاداتها وتقاليدها واحدة، تاريخها مشترك، لغتها واحدة، وما ينفعش أتعدى. لو في كذا لغة في الأمة ما تبقاش اسمها أمة. لو في كذا عادات وتقاليد في الأمة ما يبقاش اسمها أمة. لو في كذا ديانة في الأمة ما يبقاش اسمها أمة. فعشان كده الأمة لازم يكون في الروابط اللي عندها روابط مشتركة تمشي على كل البني آدمين اللي عايشين في المنطقة دي. فإذا الدولة مش فارق معاها، في دول معينة على خريطة العالم عندها لغتين، ودول تانية عندها لغة واحدة، ودول تالتة عندها 4 لغات. فهنا بيقول لي إيه؟ الدليل على كده إن أنا عندي دولة زي دولة سويسرا. دولة سويسرا دي موجودة في قارة أوروبا. دولة سويسرا دي عندها 4 لغات، وسكانها بيتكلموا ال4 لغات ومعترفين بيهم اعتراف رسمي في سويسرا. قال لي سويسرا دي هل ينفع تبقى دولة؟ ينفع تبقى دولة. طب هل ينفع تبقى أمة؟ لا، لأن عندها تعدد لغات، وده مش من ضمن خصائص مين؟ مش من ضمن خصائص الأمة، إنما ينفع تمشي في الدولة. قال لي دولة سويسرا عندها لغة زي اللغة الإيطالية، وعندها لغة ألمانية، وعندها اللغة الفرنسية، وعندها اللغة الرومانشية أو اللغة الرومانية القديمة. لما نيجي نبص كده على دولة سويسرا، هلاقي إن دولة سويسرا عاملة كده. الجزء الغربي من سويسرا ده بيتكلم لغة فرنسية، الجزء الشمالي والوسط بيتكلم لغة ألمانية، الجزء الجنوبي بيتكلم لغة إيطالية، الجزء الجنوبي الشرقي ده بيتكلم لغة رومانشية قديمة أو اللغة الرومانية القديمة. فنيجي نبص ألاقي إن دولة سويسرا عندها 4 لغات، واللغة الأساسية واللي أغلب سكانها بيتكلموها هي اللغة الألمانية. ليه؟ لأن في شمال سويسرا دولة ألمانيا، وفي غرب سويسرا دولة فرنسا، وفي جنوب سويسرا دولة إيطاليا. فالدولة الأقرب لها سكانها بيتكلموا نفس اللغة. عشان كده أغلب سكان دولة سويسرا بيتكلموا اللغة الألمانية. أقل لغة منتشرة في سويسرا هي اللغة الرومانشية أو الرومانية القديمة. يبقى إذن دولة سويسرا عندها كم لغة؟ عندها 4 لغات. عندها اللغة الإيطالية، وعندها اللغة الفرنسية، وعندها اللغة الألمانية ودي أكبر سكان بيتكلموا نفس اللغة، وعندها اللغة الرومانشية أو الرومانية القديمة. يبقى وجه الاختلاف ما بين الدولة والأمة بيختلفوا مع بعض في إيه؟ بيختلفوا مع بعض إن دي لها سلطة، دي ملهاش سلطة. دي ينفع يبقى عندها لغة واثنين وثلاثة، دي ما ينفعش. دي يبقى لا ينفع إن يبقى عندها عادات وتقاليد متنوعة، دي ما ينفعش. يبقى أمثلة للدول قال لي دولة سويسرا. أمثلة للأمة قال لي زي الأمة العربية، بيتكلموا لغة واحدة، عاداتنا وتقاليدنا واحدة، ديانتنا شبه واحدة. فإذا كل الصفات اللي بتجمعنا شبه بعض، فينفع أسميها أمة. يبقى احنا كده عرفنا الفرق ما بين الدولة وما بين الأمة. طيب، في سؤال دايما بيجي لي عشان بس ما انساش، السؤال اللي بيجي لي على الجزء بتاع الأمة ده،
بيجي يقول لي ايه؟ الهدف الداخلي للجيوبوليتيك يتشابه مع مفهوم نقط. وحط لي بقى فرنسا، انجلترا، المانيا، الامه العربيه. فاختار الامه العربيه ليه؟ لان انا عايز اعرف الهدف الداخلي للجيوبوليتيك ايه هو. فاكر افكار كلي لما قال لك ان الدوله بتستخدم قوتها في تحقيق هدفين: هدف داخلي وهو الوحده والتجانس ما بين سكانها، وهدف خارجي وهو السيطره والسياده على الاراضي المجاوره. طيب الهدف الداخلي هو الايه؟ الوحده والتجانس. كلمه تجانس معناها تشابه. فاحنا لما نيجي نبص كده على الامه، قال الامه متشابهه في الدين، في اللغه، في العادات والتقاليد، في السلطه. مفيش، كل السكان اللي عايشين عندي في الامه متشابهين وبيجمعهم روابط زي بعض. فده نفس افكار رودولف كلين، الافكار الداخليه. فبيقول لي الهدف الداخلي للجيوبوليتيك بيتشابه مع مفهوم، هقول له الامه، لأن الأمة متشابهة داخليا. أمة يعني متجانسة في العادات والتقاليد، في اللغة، في الدين، في التاريخ المشترك، في التراث اللي عندها، في أفكارها، في ثقافتها، في كل حاجة شبه بعض. وده نفس اللي بينادي بيه أفكار رودولف كلين في الهدف الداخلي للجيوبوليتيك. يبقى احنا عرفنا ازاي بيسألني على الأمة. عندي بعد كده بقى الراجل بيقول لي دول العالم مش كلها شبه بعض. انا عندي دول العالم بتختلف مع بعض في النظام السياسي. احنا قلنا الفرق ما بين الدولة والأمة ان الدولة دي عندها سلطة والأمة ما عندهاش. السلطة اللي بتحكمها عاداتها وتقاليدها وثقافتها، انما الدولة لها سلطة، لها حكومة بتدير شؤونها الداخلية وتدير شؤونها الخارجية. طب هل كل الدول اللي على خريطة العالم سلطتها شبه بعض؟ لا. فبدأت أقسمهم. قال لي أنواع الدول تبعا للنظام السياسي والإداري. في فرق، أنا عندي نوعين من الأنظمة. عندي حاجة اسمها نظام سياسي، وعندي حاجة اسمها نظام إداري. ركز معايا عشان الكلمتين دول مهمين جدا. يعني إيه نظام سياسي؟ قال لي نظام سياسي معناها إن الدول دي لها حدود مستقلة بتفصلها عن الدول المجاورة. ما اجي اقول لك الحدود السياسية لمصر، افهم من كده حدود مصر من جميع الجهات اللي بتفصلنا عن دولة ليبيا، اللي بتفصلنا عن دولة السودان، اللي بتفصلنا عن دولة السعودية والدول اللي موجودة في قارة آسيا، اللي بتفصلنا عن قارة أوروبا. ايه هي حدود مصر السياسية؟ حدود مصر السياسية معناها الحدود الخارجية اللي لو انا عديتها بقيت في دولة تانية. انما الحدود الاداريه، قال لي النظام الاداري او الحدود الاداريه هي حدود بتقسم الدوله في الداخل، تقسم الدوله داخليا. لما اجي اقول لك مصر متقسمه لكام محافظه، هتقول لي يا مستر 27 28 26 5. طب انا عرفت منين؟ عرفت من التقسيم الاداري اللي جوه. انا عند مصر عرفت انها لها 4 حدود، هبدا اقسم الحدود بتاعتي داخليا، ابدا اقسم مصر في الداخل لكام محافظه عشان اقدر اديرها بسهوله. فده اسمه نظام اداري. الولايات المتحده الامريكيه متقسمه ل 50 ولايه. 50 ولايه يعني 50 جزء، كل ولايه لها حاكم بيقدر يدير الولايه دي ويحكمها. يبقى ده اسمه نظام اداري. انما النظام السياسي معناه ان انا بدير حدود الدوله من الخارج. انا لو عديت الحدود بتاعتي السياسيه بقيت في دوله تانية خالص. يبقى اذا انا عندي نوعين من النظام: نظم سياسيه وعندي نظم اداريه. طيب لما اجي ابص بقى كده على انواع الدول طبقا للنظام السياسي والاداري، قال لي انا عندي نوعين. عندي دول بقول عليها دول مركزيه، وعندي دول تانية بقول عليها دول لا مركزية. الدول المركزية لها اسم تاني. يبقى أنا عندي نوعين من الدول: الأول دولة مركزية ودولة لا مركزية. إيه هي الدولة المركزية؟ قال لي الدولة المركزية لها اسم تاني اسمه الدولة الوحدوية.
الدولة اللامركزية لها نوعين، لها نوع اسمه الدولة الفيدرالية والدولة الكونفدرالية. يبقى أنا عندي أنواع الدول طبقا للنظام السياسي في الدولة والنظام الإداري. عندي نوعين من الدول، عندي دول مركزية ودول لا مركزية. دول مركزية، معلش الأسماء معايا احفظها وهنفهم كل كلمة احنا بنقولها دلوقتي. دول مركزية ودول لا مركزية. وعندي الدول المركزية بيطلق عليها الدول الوحدوية. طيب يبقى الدولة مركزية هي كأنه بيقول لي دولة وحدوية. طب الدولة اللامركزية قال لي بتتقسم عندي لنوعين، لدول فيدرالية ودول كونفدرالية. قول ورايا، دول فيدرالية ودول كونفدرالية. طيب تعالى بقى، قال لي الدولة المركزية اللي هي بسميها الدولة الوحدوية، أعرفها إزاي؟ يعني إيه دولة وحدوية؟ قال لي الدولة الوحدوية الاسم مشتق من الصفة. يعني أنا بقول على الراجل ده هو بيبيع فول عشان هو بتاع فول. بقول على الراجل ده هو مهندس عشان هو اتخرج من كلية هندسة. يبقى إذا أنا أفهم من كده إيه؟ إن الاسم مشتق من الصفة. بقول عليها دولة وحدوية يبقى دولة عندها حكومة واحدة بس. الحكومة الواحدة دي بتسيطر على كل حاجة في الدولة. هتقول لي يا مستر هو في دولة عندها حكومتين؟ هقول لك يبقى النظم السياسية بتختلف من دولة لدولة. في دول عندها سلطة عليا واحدة بس، حكومة واحدة بس بتدير كل حاجة في الدولة، بتاخد كل القرارات اللي موجودة عندنا في الدولة. وفي دول تانية عندها حكومتين، في سلطة اسمها سلطة محلية بتدير حاجات معينة في الدولة، وفي سلطة تانية سلطة اسمها سلطة مركزية أو حكومة محلية وحكومة مركزية. الدولة الوحدوية ده بقى فيها إيه؟ قال لي هي الدولة التي يوجد فيها حكومة واحدة، يعني فيها سلطة واحدة بس اللي بتدير الدولة. يعني في بند، في طرف واحد بس كلنا بنرجع له عشان ناخد منه القرارات. وفيها مجلس نيابي واحد، يعني فيها مجلس شعب واحد. مجلس الشعب ده بيفيدني في ايه؟ قال لي بيحط لي الدستور اللي بيدير الدولة. يعني لها قوانين بتطلع من جهة واحدة بس، ولها حكومة بتدير الدولة، حكومة واحدة بس بقول عليها الحكومة المركزية عشان اسمها دولة مركزية. طيب يبقى هي الدولة التي يوجد فيها حكومة واحدة ومجلس نيابي واحد. بيعملوا ايه بقى؟ قال لي بتسيطر على كل موارد الدولة بكل قراراتها، بشؤونها الداخلية وشؤونها الخارجية. كل القرارات السياسية اللي بتطلع في الدولة في الفترة دي بتطلع، أو الدولة دي بتطلع من إيه؟ بتطلع من حكومة واحدة بس بقول عليها الحكومة المركزية. مش فاهم؟ إحنا دولة مصر. مصر دي متقسمة لمجموعة من المحافظات، وليكن 27 محافظة. ال 27 محافظة بتوعنا دول، أنا عندي محافظة زي محافظة القاهرة. محافظ القاهرة ده عايز يفتتح مستشفى جديدة ومدرسة جديدة ومش عارف ايه وايه وايه. الحاجات اللي هو هيعملها في محافظة القاهرة دي ينفع ياخد قراراته من دماغه وينزل يعمل المستشفى؟ لا، هو ده بيباشر على تنفيذ المستشفى. انما اللي بياخد قرار انه يعمل مستشفى في المنطقة دي، او يرصف الطرق دي، او يعمل وحدة سكنية هنا للشباب، او يعمل كوبري بيربط ما بين جهتين، كل الكلام ده من اختصاص رئيس الدولة، رئيس الحكومة. رئيس الحكومة ده عن طريق جهتين، يا اما رئيس الجمهورية يا اما رئيس الوزراء اللي بينوب عنه. يبقى القرار لازم يطلع منين؟ من فرد واحد بس اللي هو يا اما رئيس الوزراء يا اما رئيس الجمهورية، واللي بيباشر على تنفيذه محافظ القاهرة. هو ده اللي بينزل يشوف الكوبري ده اتبنى عامل ازاي. انما اللي هياخد قرار ببناء الكوبري هنا هو رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء اللي هو رئيس الحكومة. يبقى انا عندي حكومة واحدة بس اللي بتدير شؤون الدولة الداخلية وبتدير شؤون الدولة الخارجية. انما المحافظين دول مباشرين للايه؟ مباشرين للقرارات اللي بتتصدر من الحكومة المركزية. يبقى الدولة الوحدوية هي الدولة التي يوجد فيها حكومة واحدة ومجلس نيابي واحد
بيعملوا ايه؟ قال لي بتسيطر فيه الحكومة المركزية على جميع القرارات، على جميع السلطات، سواء كان بقى سلطة محلية او السلطة المركزية. طيب الكلام ده كله بتشرف عليه بقى السلطة المحلية من خلال القرارات اللي بتتصدر من السلطة المركزية. يعني انا دلوقتي في دولة مصر عايز استصلح طرق معينة، فما ينفعش رئيس الوحدة بتاعتي أو رئيس القرية بتاعتي أو رئيس مجلس المدينة ينزل ياخد القرار، لازم يرجع لرئيس الحكومة. رئيس الحكومة ده قلنا واحد من الاتنين، يا إما رئيس الجمهورية، لو مش موجود اللي بينوب عنه رئيس الوزراء. طيب يبقى دي الحكومة المركزية أو الدولة المركزية. قال لي بتتصف الدولة المركزية بعدة صفات وخصائص، بقول عليها شروط الدولة الوحدوية. ايه هي الحاجات اللي انا لو شفتها على الخريطة اعرف على طول ان دي دولة وحدوية او دولة مركزية؟ واحد، قال لي تجانس سكانها، حط تحت منها مليون خط. ليه؟ لان احنا لسه قايلين ان التجانس السكان ده اللي كان بينادي بيه رودولف كلين. يبقى الهدف الداخلي للجيوبوليتيك بيتشابه مع انهي دوله من الدول الاتيه. افرض ما جاليش امه وحط لي دوله كذا ودوله كذا ودوله كذا ودوله كذا، لازم اعرف انهي فيهم دوله مركزيه، عشان الدول المركزيه متجانسه سكانيا، يعني متشابهين من حيث العرق السلاله، من حيث الديانه، من حيث ثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم، كلهم شبه بعض في الدولة المركزية. تاني حاجة قال لي الدولة المركزية بتحتوي على قلب أو نواة للدولة. القلب ده بيتمثل في العاصمة. احنا أهم عضو في الجسم هو القلب. القلب ده لا هو موجود في الدماغ ولا هو موجود في الرجل، هو موجود في وسط الجسم، لان كل الشرايين بتطلع تضخ. القلب ده وظيفته ايه؟ انه بيضخ الدم في الشرايين عشان يوزعها على الاورده عشان تقدر تعيش. ده العضو اللي ما ينفعش يفصل ثانيه واحده بس. ليه؟ لانه لو فصل كل اجهزه الجسم اتعطلت. فاهم جزء في الجسم هو القلب. طب اهم جزء في الدوله هو قلب الدوله. قلب الدوله ده اللي هو اهم حته في الدوله. السعوديه اهم حته فيها في ايه؟ اللي هي مكه، اللي فيها الكعبه المشرفه، اللي فيها الاماكن المقدسه، اللي فيها مولد الرسول، اللي فيها الرسول قعد فيها 13 سنه. فاذا المنطقه دي مهمه جدا جدا جدا، لان الناس بيجوا لها من جميع انحاء العالم يروحوا مكه. فاذا مكه دي بتمثل قلب السعوديه. فاذا منطقه القلب هي اهم حاجه، اهم منطقه موجوده عندي في الدوله. طب انا عندي مثلا مصر، منطقه القلب في مصر هي القاهره. القاهره دي اهم حاجه في مصر او اهم مدينه في مصر. ليه؟ فيها جامع الازهر، فيها مجلس النواب، فيها كل القرارات والمؤسسات الاداريه، فيها الحضاره المصريه القديمه نشأت في المنطقه دي. فاذا المنطقه دي لها قدسيه ولها اهميه كبيره جدا بالنسبه لنا احنا كمصريين. فعشان كده بقول مصر القاهره فيها هي منطقه قلب الدوله. طب عاصمه مصر ايه؟ القاهره برضه. يبقى منطقه قلب الدوله هي القاهره والعاصمه هي القاهره. دايما بتلاقي اهم منطقه في الدوله هي العاصمه في الدوله. الاتنين لما يجتمعوا مع بعض تعرف على طول ان الدوله دي دوله مركزيه. عشان كده منطقه القلب هي او النواه بتاعت الدوله بتتمثل في العاصمه. كده السعوديه عاصمتها الرياض، والسعوديه منطقه القلب فيها هي مكه. كده افهم من كده ان السعوديه دي دوله مركزيه؟ هتقول لي لا. ليه لا؟ لان منطقه القلب مش هي العاصمه، فافهم على طول ان مش هما الاتنين نفس الحاجه، فمش هي دوله، هي مش دوله مركزيه للاسف. يبقى اول خاصيه من ضمن خصائص الدول المركزيه، واحد، تجانس سكانها. تجانس سكانها ايه؟ قال لي عرقيا ودينيا وثقافيا. اتنين، عندها قلب للدوله وعندها عاصمه، والاتنين في مكان واحد، الاتنين حاجة واحدة بس. طيب رقم 3، قال لي معظم الدول المركزية مش كبيرة في المساحة، هي دول صغيرة في المساحة. بس ده ما يمنعش ان في دول
معينة على خريطة العالم كبيرة في المساحة دولة مركزية. زي مين؟ قال لي زي دولة الصين. الصين الدولة الوحيدة اللي على خريطة العالم كبيرة في المساحة ولكنها دولة مركزية. يبقى أفهم من كده إن أي دولة كبيرة في المساحة على خريطة العالم لما تيجي تشوفها، لما نيجي نشوف دلوقتي الخرايط دلوقتي ونشوفوا خريطة العالم ونشوفوا دولة كبيرة جدا في المساحة على عكس الصين، أفهم إنها مش دولة مركزية، إنها أي دولة من الدول التانية اللي إحنا هناخدها بعد كده. إنما الدولة المركزية هي دولة مش كبيرة في المساحة، دولة صغيرة في المساحة، وفي دولة واحدة بس يعني بتتعدى الشرط ده، وهي دولة الصين. دولة كبيرة في المساحة ولكنها بينطبق عليها باقي الشروط. كمان قال لي من ضمن خصائص الدول المركزية إن ما عندهاش عوائق. يعني مثلا مش هتلاقي دولة من الدول المركزية في جبل في النص بيفصل ما بين سكانها دول وسكانها دول، لا، دايما بتلاقي دول سهلية، دول بتساعد على حركة الوصول ما بين الطرف ده والطرف ده، أو ما بين الجزء ده والجزء ده في الأرض، فسهل الوصول ما بين سكانها لجميع أطراف الدولة. بس ده ما يمنعش إن في دولة برضه بدأت تتعدى الشرط ده وينطبق عليها كل الشروط التانية ولكنها دولة وحدوية. زي إيه؟ قال لي زي دولة اليابان. اليابان عبارة عن مجموعة من الجزر، اليابان عبارة عن شوية جزر كده. سكان الجزيرة دي ما يعرفوش يروحوا لسكان الجزيرة دي بسهولة لأن بيفصل ما بينهم مية، في عائق. وهنا سكان الجزيرة دي ما ينفعش تروح لسكان الجزيرة دي لأن هنا برضو في عائق. فإذا بتتميز الدولة المركزية بقلة وجود العوائق، يعني ما فيهاش لا جبال كتير ولا فيها بحار كتير بتفصل ما بين أجزائها، ولا هي دول جزرية، فيما عدا استثناء دولة واحدة بس اللي هي دولة اليابان. اليابان دي دولة جزرية. ليه دولة جزرية؟ لأن فيها عوائق بيفصل ما بين أجزائها المية من جميع الجهات. فسكان الجزيرة دي صعب جدا يروحوا للجزيرة دي بسهولة عشان في عوائق. فمن ضمن العوائق اللي موجودة في اليابان إنها دولة جزرية. وعلى الرغم قلنا من إنها دولة جزرية إلا إن هي دولة مركزية بينطبق عليها باقي الشروط كلها. طيب آخر حاجة عندنا قال لي بتتميز الدولة المركزية بالكثافة السكانية المرتفعة. يعني إيه كثافة سكانية؟ كلمة كثافة سكانية معناها إن عدد كبير جدا من البني آدمين بيعيش على مساحة صغيرة. فإحنا مثلا لو أنا عندي أوضة بتشيل 20 واحد وقمت حاطط فيها 50، ال50 دول هيمثلوا عبء كبير جدا على المساحة دي لأن المساحة صغيرة. طب أنا لو ال50 دول نزلتهم الشارع المساحة كبرت، يبقى الكثافة السكانية قلت. إنما كل ما المساحة قلت وعدد السكان زاد على المساحة دي كده الكثافة السكانية إيه؟ مرتفعة. فأنا عندي معظم الدول مساحتها صغيرة بس عايش عليها بني آدمين كتير، فبيمثلوا كثافة سكانية عالية جدا. طب مين اللي بينطبق عليه كل الشروط دي؟ مين الدولة اللي متجانسة سكانيا وما عندهاش عوائق ومش كبيرة في المساحة ونواة الدولة هي العاصمة وعندها كثافة سكانية مرتفعة اللي بتمشي عليها كل الشروط دي مين؟ قال لي النموذج المثالي للدولة الوحدوية هي دولة فرنسا. بيمشي عليها كل الشروط دي بيرفكت. عشان كده دولة فرنسا أفهم من كده إنها دولة مركزية. وعند دولة الصين بينطبق عليها كل الشروط فيما عدا العامل المورفولوجي، المساحة. فاكر لما قلت لك إن كلمة أرض معناها مساحة ومساحة معناها مورفولوجي؟ طيب وكلمة سكان معناها شعب أو عامل بشري، والعامل البشري هو العامل الديموغرافي. احفظ التعريفات دي. عامل مورفولوجي معناها أرض، عامل ديموغرافي معناها شعب. طيب اللي بينطبق عليه كل الشروط دي ما عدا العامل المورفولوجي هي دولة الصين، لأن الصين مساحتها كبيرة ومعظم الدول الوحدوية هي مش دول كبيرة في المساحة. طب أنا أعرفها منين على الخريطة؟ أنا أعرفها إن أنا عندي دي دولة فرنسا. دولة فرنسا دي أنا عارف حدودها أهي. فرنسا مش كبيرة جدا في المساحة بس عايش عليها كمية بني آدمين عاليين جدا جدا جدا. الكثافة السكانية عندها مرتفعة،
فطبيعي ينطبق عليها الشروط بتاعتي دي، لان كمان فرنسا مش ما فيهاش جبال في النص بتفصل ما بين سكان فرنسا من هنا وهنا. دي دولة فرنسا على الخريطة. انما انا عندي دي دولة اليابان. بص كده اليابان عاملة ازاي. ادي دي جزيرة، دي جزيرة تانية خالص، دي جزيرة تالتة خالص، وهنا في جزيرة كمان اهي. فسكان الجزيرة دي عشان يروحوا للجزيرة دي لازم يمشوا في المية، ففي عائق فصل السكان دول عن السكان دول، فإذا ما ينطبقش عليها إيه؟ كل شروط الدولة الوحدوية. طيب، وعندي كمان دولة الصين. الصين شايف مساحتها عاملة إزاي؟ كبيرة جدا. الصين كبيرة جدا من حيث المساحة، فعشان كده ما بينطبقش عليها كل شروط الدولة الوحدوية. طب أنا عايز أعرف أمثلة للدولة الوحدوية. أنا لسه قايل لك أي دولة عاصمتها هي النواة، هي أهم منطقة في الدولة، أعرف على طول إنها دولة إيه؟ دولة مركزية. كمان أي دولة مش كبيرة في المساحة أعرف على طول إنها ممكن تكون دولة مركزية. طيب، زي مصر. مصر دولة مركزية. زي دولة فرنسا، زي دولة الصين، زي دولة اليابان، زي دولة إيطاليا. في دول كتير جدا دول إيه؟ دول مركزية. أعرف أنهي دولة مركزية بناء على الشروط اللي احنا خدناها، أروح أشوفها بقى على خريطة العالم. بس دول الشروط دول الأمثلة اللي هو ذكرها لي في الكتاب. عندي دولة فرنسا دي النموذج المثالي للدولة الوحدوية، لأنها بينطبق عليها كل الشروط اللي احنا خدناها. يبقى احنا كده النهارده خدنا ايه؟ خدنا مفهوم الدولة، وخدنا ايه الفرق ما بين الدولة والأمة، وإن هما الاتنين بيجتمعوا مع بعض في عامل واحد هو عامل الأرض، والعامل التاني اللي هو عامل السكان، وقلنا بيختلفوا مع بعض في السلطة. الدولة لها سلطة والأمة ملهاش سلطة. الأمة لها عادات وتقاليد ولها روابط بتجمعها مع بعض. الدولة مش شرط تجتمع مع نفس الروابط. شرط الدولة ممكن تكون مثلا عندها لغتين ثلاثة أربعة، قلنا زي دولة سويسرا. سويسرا عندها 4 لغات: اللغة الفرنسية، اللغة الرومانية القديمة، اللغة الإيطالية، واللغة الألمانية. وقلنا أكتر سكان في دولة سويسرا بيتبعوا اللغة الألمانية. طيب، بعد كده قلنا عندي أنواع كتيرة جدا من الدول. عندي 3 أنواع. عندي الدولة اسمها الدولة الوحدوية أو الدولة المركزية، وخدناها بالتفصيل، وقلنا ان الدولة دي هي الدولة اللي موجود فيها حكومة واحدة ومجلس نيابي واحد. الحكومة الواحدة والمجلس النيابي الواحد ده هو اللي بيدير الشؤون الدولة الداخلية والخارجية، وده اللي بيطلع منه القرارات كلها اللي بتمشي على الدولة كلها. وقلنا عشان اعرفها على خريطة العالم ببدأ اشوفها الدولة الوحدوية دي او الدولة المركزية متجانسة سكانيا، سكانهم كلهم لهم نفس الصفات والروابط، متجانسة سكانيا، ثقافيا، دينيا، عرقيا، كل حاجة. طيب، 2 قال لي ما فيهاش عوائق طبيعية كتير، بس في دولة واحدة بس فيها عوائق زي دولة اليابان. اليابان دولة جزرية، واحنا خدنا في المحاضرة التأسيسية ايه هي الدولة الجزرية. الدولة الجزرية هي الدولة التي تتكون من جزيرة او اكتر. اليابان عندها مجموعة من الجزر، سكانها ما بيقدروش يتنقلوا من جزيرة لجزيرة لان في عوائق بتفصل ما بينهم. بس على الرغم ان فيها عوائق الا انها هي دولة ايه؟ دولة مركزية. كمان قلنا معظم الدول المركزية مش كبيرة في المساحة، بس ده ما يمنعش ان في دولة كبيرة في المساحة زي دولة الصين وهي دولة مركزية. كمان قلنا الدول المركزية لها العاصمة وقلب الدولة الاتنين في منطقة واحدة. اهم منطقة في الدولة هي بتبقى هي العاصمة. زي مين؟ قلنا زي القاهرة عاصمة مصر، زي فرنسا عاصمتها باريس. أهم مدينة في فرنسا هي مدينة باريس، وعاصمة فرنسا هي باريس. زي إيطاليا أهم مدينة في إيطاليا هي روما، عاصمة إيطاليا روما. فإذا العاصمة وقلب الدولة بيجتمعوا مع بعض هما الاتنين في الدولة الوحدوية. كمان قلنا الدولة الوحدوية بتتميز بالكثافة السكانية المرتفعة، لأن مساحتها صغيرة فطبيعي عايش عليها مجموعة بني آدمين كتير جدا. وقلنا أمثلة للدولة الوحدوية زي دولة فرنسا، ودي النموذج المثالي للدولة الوحدوية اللي بيجتمع عليها كل الشروط اللي احنا قلناها. وزي دولة مصر برضو بيجتمع عليها معظم الشروط. عندي بعد كده قلنا زي دولة الصين، دولة اليابان، دول بيجتمع عليهم كل الشروط ما عدا شرط واحد: الصين مساحتها كبيرة واليابان عندها عوائق. وعندي بعد كده زي دولة مصر، خدنا دولة مصر، وخدنا دولة
الصين. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الدولة الدولة الوحدوية. اشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية بإذن الله. تابعوا معايا اول باول ومشكلتك كلها تتحل. سلام.